وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم نادى المنادي تنبيها على رضاعة درته اليتيمة الفردية، فقالت الملائكة ربنا مرنا أن نحمله إلى السماوات ونقوم بتربيته حق القيام. وقال الغمام ربنا مرنا أن نحمله معنا إلى جوانب الأرض الشرقية والغربية. وقالت الوحوش ربنا مرنا أن نحمله إلى أوكارنا. وقالت الطيور ربنا مرنا أن نحمله إلى أعشاشنا ونلتزم بكفالته حق الالتزام. فخرج النداء بلسان حال القدرة الإلهية: معاشر الخلائق قد جعله الله رضيعا لحليمة، فكان لها بذلك الحظ الأوفر والاغتنام. وكانت حليمة في ضيق من العيش، فلما أراد الله لها السعادة الأبدية أقحط بلادها، فكانت تكثر من الحمد في النور والظلام. فرأت في منامها رجلا أخذ بيدها إلى نهر أشد بياضا من اللبن وأحلى من الأشربة العسلية، وقال اشربي يا حليمة، فشربت. وقالت له من أنت؟ قال أنا الحمد الذي كنت تحمدين الله به في الشدائد والخطوب العظام. يا حليمة لك البشرى برضاعة سيد المرسلين وخير البرية، فاكتمي أمرك ولا تظهري شأنك. فانتبهت مسرورة من رؤيا المنام، وكانت حاملا فوضعت حملها وهي تأكل من نبات الأرض وأعشابها الطرية، وكانت مع ذلك في غاية الصبر ونهاية الشكر والرضا بالقضاء والقدر والاستسلام. فخرجت ذات يوم مع نسوة لبني سعد في طلب النبات من البقاع الجبلية، فسمعن مناديا يقول ولد بمكة مولود، فهنيئا لثدي أرضعه وطوبى لعبد كفله، ويا نعم المولود ويا له من غلام. فلما رجعنا أخبرنا أزواجهن بما سمعنه في الأماكن البرية، فعزموا على الرحيل إلى مكة البلد الحرام. فلما أصبحوا تجهزوا للمسير، فخرجت حليمة معهم على أتان ضعيفة غير قوية. فلما وصلوا إلى مكة عرض عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعرضوا عنه ليتمه. وكانت حليمة في عقب الأقوام. فلما وصلت رأت عبد المطلب واقفا بباب دار أمه آمنة الوهبية، فسألته عن مولود، فقال لها عندي مولود لكنه يتيم ومات أبوه وهو في اجتنان الأرحام. ثم عرض على المراضع فأعرضن عنه ليتمه
وفقر حال أمه فقالت رضيت به. فقال ما الاسم؟ قالت حليمة السعدية. فقال لها حلم وسعد ادخلي عليه. فدخلت فرأته قمرا منيرا ونظرت إلى وجهه فوجدته مشتملا على بشر وابتسام، فحملته بين يديها وأعطته ثديها الأيمن فشرب، ثم حولته إلى الأيسر فأبى، وذلك من شرائعه العدلية. فقد أعلمه الله أن له شريكا وهو أخوه من الرضاعة، فترك له ثديها الأيسر ليتغذى منه على الدوام. وأقامت حليمة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم عند أمه آمنة المرضية، فعظمها عبد المطلب غاية التعظيم وأكرمها غاية الإكرام. ولما انصرفت المراضع بالأطفال خرجت حليمة معهن بعد أن ودعت أمه آمنة المحفوظة بالعناية الربانية، فركبت أتانها ووضعته بين يديها وهي في فرح وسرور وأمان وسلام. فنظرت إلى الأتان وقد سجدت نحو الكعبة بالقواعد الإبراهيمية، ثم رفعت رأسها وقد كسيت حلة القوة والشجاعة كأنه لم يكن بها شيء من الأسقام، فكانت تسعى بهم كالجواد. فقالت المراضع يا حليمة ليست هذه أتانك الأولية؟ فرفعت الأتان رأسها وخاطبهم لسان حالها بأفصح خطاب وأبلغ كلام، قائلا أنتن في غفلة لو تعلمن من على ظهري خير النبيين وسيد المرسلين ورسول الحضرة الربانية، به بعثني الله وأحياني بعد موتي وعافاني، فسبحان محيي العظام. فبينما هم يسيرون إذ رأتهم في الطريق طائفة يهودية، فأخبروا كبيرهم بما شاهدوه من الأمارات وإضلال الغمام، وقالوا يا كبيرنا ظهر الذي دلت على أوصافه كتبنا القديمة الموسوية، الذي يبين الحق ويخفي الباطل ويظهر الإيمان والإسلام. فقال لهم كبيرهم دونكم فاقتلوهم عن آخرهم، فبرزوا لقتالهم وسلوا سيوفهم المهندية. فلما رأتهم حليمة بكت بكاء شديدا ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له ما ستفعله الكفرة اللئام، فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو بين يديها حتى بدت الأنوار من بين مباسمه السكرية، مشيرا لها ألا تخافي ولا تحزني، فلا بد لنا من النصر العزيز من عند الملك العلام. فأرسل الله نارا من السماء
الماء فأحرقتهم عن آخرهم بالكلية، وحمى الله نبيه من أيدي الكفار أهل البغي والإجرام. فلما رأى زوجها كرامته قال يا حليمة إن لهذا المولود شؤونا شريفة علية حيث لم يبلغ الكفار ببركته منا المرام، يا حليمة احفظيه. فقالت فداه روحي وأموالي وأولادي والأهلية ومسكنه فؤادي وهو قرة عيني وبغيتي ومرادي من دون الأنام. ثم سارت حليمة مع رفقتها إلى أن وصلت إلى منازلها الوطنية، فرأت بحار الخير تجري بين يديها ونبت بذر الإنعام، وحلت بواديها البركات وأصبحت بلادها آمنة رخية، وذهب جدبها وأخصب عيشها وسمنت إبلها وامتلأت من اللبن ضروع الأغنام. وكانت أخته من الرضاعة إذا حملته ومرت به على شجرة سلمت عليه وأرخت عليه أغصانها القطوفية، وإذا مرت به على حجر قال السلام عليك يا نور الظلام. وقد ورد أن شبابه صلى الله عليه وسلم في اليوم كشباب الشهر لغيره من الذرية، فقام على قدميه في الشهر الثالث ومشى في الشهر الخامس وتكلم في التاسع بفصيح الكلام. ولما فطم من الرضاعة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بفصيح العربية. فسبحان من توجه بتاج الكمال وألبسه لباس الجمال وألهمه النطق أعظم إلهام. اللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية واغفر لنا ذنوبنا والآثام. اللهم صل وسلم وبارك